واحدة من أهم الحاجات اللي لازم تكون عارفها، اللي لو عرفتها هتغير تفكيرك وعادات يومك وروتينك، وهتخلي حياتك من حلو لأحلى. ما يلا بينا نشوف الحوار دوت. نشرب بس كده بق شاي ونشوف الدنيا. حلو. وهي بقى الحاجة ديت، انت ممكن تكون بتروح شغل، تمام؟ في الشغل مطحون، رايح الشغل بتتعامل مع ناس، قرف، زهق، ضغط. خلصت شغل جيت مثلا تاكلت ونمت. في مذاكرة رحت دروس، خلصت دروسك بتذاكر، مطحون مضغوط، جيت نمت. ايا كان جيت نمت، خلاص الموضوع خلص. طيب عايزك بقى تهدى معايا كده وتاخد نفس عميق وتفكر معايا صح. هل انت فعلا مخلوق لده؟ ما تقوليش لا. ايوه طبعا انت مخلوق لده، بس في جزء مهم جدا انت نسيت تقولهولي. ايه هو الجزء دوت؟ ان انت برضو مخلوق مش عشان خاطر تكون على طول مضغوط او على طول زعلان او على طول اللي هو انا مضغوط وتعبان. لا لا، اكيد لا. يعني هو ربنا لما خلقنا اكيد ما خلقناش عشان نكون تعبانين في الارض ومخنوقين وزعلانين. لا، لازم تفكر نفسك ان ايا كان مكانتك دلوقتي وايا كان بتعمل ايه دلوقتي، فهي ديت مرحله، تمام؟ المرحله ديت هيجي يوم وهتعلى عنها، هتعلى عنها، هتعلى عنها. طيب اقول لك على حاجه، ماشي؟ انت دلوقتي في شركه، تمام؟ وشغال موظف، اقل موظف في الشركه. انا بقول لك اهوت، استمتع بكونك اقل موظف، وحاول طبعا تطور من نفسك، دي حاجات اساسيه. حاول تطور من نفسك وتوصل لمستوى اعلى وبتاع، بس وانت في رحله ان انت شغال موظف دلوقتي ما تفقدش الامل وبتاع اللي هو انا شغال موظف كحيان اقل واحد. لا، استمتع برضو بالرحله دي عشان لما توصل لمدير تفتكر بقى ان انت ما كنت تحت خالص في اللي هو اخر موظف، اللي هو كنت كحيان وبص. بس تستمتع بالرحله، ما هي دي الفكره، ان انت تستمتع بكل رحله في حياتك ايا كانت بقى، في وظيفه، في شغل، في دراسه، في اي حاجه. تستمتع بالحاجه الصعبه ديت والحاجه اللي في حياتك ديت، وتبتسم وتكون سعيد، لان هو دوت اصلا الهدف. انت بتروح شغل، بترجع من شغل معاك فلوس، مش سعيد، صفر. بتروح دراسه، بتاخد علم، جيت من علم ما مش سعيد، صفر برضو، فاهم؟ صفر. مت دلوقتي لا قدر الله، طولة العمر ليا وليكوا طبعا، مت. مين المستفاد؟ ولا اي حاجه، خلاص كله راح، فاهم؟ دي مش بتاعتك، تمام؟ واللي انت بتعمله فيها مش هيعود ليك. دي حاجات خلينا متفقين عليها. ده مش معناه ان انت تفقد الامل بقى وما اشتغلش ومش عارف ايه، بس انا عايزك توسع منظورك وتفهم دماغي عشان خاطر فعلا الرساله توصل لك صح. استمتع بكل رحله وكل ثانيه في حياتك، وابسط نفسك وخليك سعيد، واعرف ان الاوقات الصعبه بعديها بيجي اوقات سهله وجميله. وبس كده، سلام.